وانت قاعد بتسمعني دلوقتي دماغك شغالة، لكن مش بكامل الكفاءة. وده طبيعي، لأن معظم الوقت دماغك بيحاول يوفر طاقة ومجهود، بيكون غالبا شغال بشكل آلي. هو فاكر إنه كده بيحميك، لكن برضه في نفس الوقت بيسرق تركيزك ويأثر على قراراتك ووعيك. الوضع ده ممكن تقدر تغيره بمجموعة من التمارين البسيطة. اللي جاي في الفيديو ده مش مجرد معلومات، لكن أدوات هتساعدك تخلي دماغك يركز أكتر ويفكر بوعي، ويرجع تاني تحت سيطرتك ومش سايق لوحده. لما نسمع كلمة تمارين ذهنية، اللي بيجي في دماغنا تمارين التنفس والتأمل أو حاجات صعب نقوم بيها. لكن إحنا هنا هنعمل تمارين بسيطة ممتعة وليها تأثير مباشر على المسارات العصبية. تمارين هتخلي دماغك دايما في حالة أعلى من الوعي. أول تمرين معانا كسر النمط اليومي. زي ما قلنا إن الدماغ مش بيحب يتعب، فبيميل للأنماط المتكررة بتريحه، وده بيخليه في نفس الوقت كسلان أكتر. اختار حاجة بتعملها كل يوم وغيرها. غير الطريق اللي بتمشي فيه، غير ترتيب معين أنت متعود عليه. اعمل تغيير بسيط يصحصح دماغك وينشط المرونة العصبية. التمرين الثاني جدول الأرقام. تمرين بسيط جدا بس ليه تأثير قوي. اعمل شبكة أرقام من 1 ل 25 بترتيب عشوائي، وانت تركز وتدور على الارقام جوه الجدول بسرعه على قد ما تقدر. التمرين ده بيدرب دماغك على سرعه التقاط المعلومه، ويوسع مجال الرؤيه والانتباه. يعودك تشوف اكتر وتفهم اسرع، يعني تدريب بصري عصبي. التمرين الثالث الوان مش كلمات. تمرين بسيط، هنشوف كلمه مكتوبه بلون غير معناها. مخك بشكل تلقائي هيحاول يقرا الكلمه، بس المطلوب هنا انك تقول اللون مش الكلمه. مثلا زي كلمة أحمر مكتوبة بلون أزرق، الإجابة الصح هنا إنك تقول أزرق مش أحمر. وده تدريب قوي جدا، لأنك هنا بتقاوم سرعة رد الفعل في دماغك وبتكسر الاستجابة التلقائية. التمرين ده بيزود قدرتك على التركيز وقوة اتخاذ القرار. التمرين رقم 4، غمض عينك وجرب تكتب اسمك أو ترسم أي شكل بسيط، دايرة مربع سهم، من غير ما تفتح عينيك. هتحس إن الموضوع صعب شوية في الأول، وده طبيعي لأن دماغك متعود يعتمد على النظر. ليه التمرين ده مهم؟ لأنه بينشط ما يسمى بالذاكرة المكانية، بيخلي دماغك يشتغل بوعي أعلى وتركيز أعمق. التمرين رقم 5، جرب تعمل حاجات بسيطة بالإيد اللي مش بتستخدمها، تغسل سنانك، تكتب، تاكل. هتحس إن الحركة غريبة وتقيلة ومش مريحة، وده هو المطلوب. في التمرين ده أنت بتجبر دماغك يشتغل بطريقة جديدة ويكون مسارات عصبية مش موجودة. بيربط العقل بالجسم بدرجة وعي أعلى. أنت هنا بتبني دماغ أقوى. التمرين رقم 6، التركيز في الحركة. جرب تنزل تمشي، بس المرة دي مش ماشي وانت سرحان وبتفكر، لأ، وأنت مركّز في كل خطوة، حاسس برجلك وهي بتلمس الأرض، بوزنك وهو بيتنقل من رجل لرجل. حاول تحس بكل حركة جسمك بيعملها. هتلاحظ إن دماغك بيهدى وتركيزك بيعلى. الحركة الواعية بتفعل مناطق التركيز في المخ وبتقلل الشرود والتشتت. التمرين رقم 7، قلل الاعتماد على التكنولوجيا. قبل ما تمسك الموبايل أو تستخدم الآلة الحاسبة، استخدم دماغك الأول. جرب تفكر قبل ما تمسك الموبايل أو تروح تسأل شات جي بي تي أو تستخدم الآلة الحاسبة. استخدم دماغك الأول. جرب تفكر، تحسب، اعتمد على دماغك حتى لو غلطت في الأول. الغلط تدريب مش فشل. التمرين ده مهم لأنه بيرجع للذاكرة دورها الطبيعي كأداة بتستخدمها يوميا، مش بس عند الضرورة. ومع الوقت هيخلي تركيزك أعلى وتفكيرك أسرع. التمارين اللي قلناها دي مش محتاجة وقت طويل ولا مجهود كبير، محتاجة بس شوية وعي. لما تدي دماغك تحدي بسيط كل يوم ومع شوية استمرارية، هتلاحظ إن تركيزك بقى أعلى وتفكيرك بقى أوضح. الفرق طبعا ما بيجيش من مرة واحدة، الفرق بيبدأ بعادة صغيرة. اختار تمرين واحد وطبقه لمدة أسبوع، وهستناك ترجع تقول لي إيه اللي حسيت إنه اتغير. ولو جه حد في بالك محتاج إنه يفوق شوية، ابعت له الفيديو ده يمكن يفرق معاه. وبس كده، ونتقابل قريب إن شاء الله.